بسم الله وعلى بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا، تابعيني حكايات اليوتيوب. أهلا وسهلا بيكم. أنا غادة. كل الشكر وكل المحبة لكل اللي دعمني بلايك وتعليق وكمان اشتراك في القناة. أهلا وسهلا بيك، أهلا وسهلا بيكي. يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم. فيديو جديد ورياكت جديد، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي في التعليقات، وكمان ندعو لأهل غزة ربنا يفك الكرب وينصرهم ويثبتهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم يدا ونصرا وعونا. وندعو كمان لكل المستضعفين في الأرض. النهاردة خبر جديد يا جماعة وعاجل. فاكرين أم سجدة؟ فاكرين أم مكة؟ البلوجر أم سجدة اللي كانت بتقدم على اليوتيوب ومواقع وتيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي محتوى سيء، وذكر اسمها في قضايا المدعية مروة التي تدعي انها ابنة الرئيس حسني مبارك. تم الحكم على أم سجدة. الحكم يا جماعة جاي منين؟ جاي من المحكمة الاقتصادية. تم الحكم على البلوجر أم سجدة بالسجن 2 عامان، وغرامة 100,000 جنيه. ليه؟ أو إيه حيثيات الحكم؟ ليه اتحبست أم مكة أو أم سجدة 2 عشان سوء المحتوى. لسوء المحتوى. أول حاجة في حيثيات الحكم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ده أول حاجة في الحكم على أم سجدة فواتح. كلنا أو هي شهيرة بأم سجدة فواتح. تم الحكم عليها ب2 لإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 2 عمل محتوى على التيك توك واليوتيوب خادش للحياء. 3 استخدام ألفاظ خادشة. 4 المحتوى الهابط. كمان الغرامة 100,000 جنيه يا جماعة. كمان تم تحويل ومش كده وبس، أو ما اكتفتش المحكمة بكده، ده هي كمان أخدت استمرار بالإضافة للحكم 2 وغرامة 100,000 جنيه. أخدت كمان استمرار 45 يوم في قضية غسيل الأموال، أو بيتفتح معاها تحقيق في قضية غسيل الأموال، وبالتالي في شبهات على أم سجدة، فبالتالي أخدت استمرار 45 يوم في قضايا غسيل الأموال. تمام؟ طبعا بصوا يا جماعة، الحكم على أم سجدة ده يبقى عبرة لكل الموجود على منصة اليوتيوب والتيك توكر والإنستا وكل المنصات التواصل الاجتماعي. لما قنوات النقد طلعت وقالت يا جماعة المحتوى، وبنتكلم عن المحتوى السيء أو المحتوى الهابط بمعنى أصح، اللي بيسيء للمجتمع المصري وبيسيء لصورة الست المصرية. اتكلمنا عنه كتير وقلنا يا جماعة نرتقي بالمحتوى اللي احنا بنقدمه. الفيديوهات الستات اللي بتفتح التليفون وبتفتح بيتها مشاع لكل الناس تتفرج على اوض نومها، على هدومها، على ملابسها، على علاقتها بزوجها، على اكلها، على شربها. كل اليوتيوبر اللي بتفتح للمحتوى السيء الهابط اللي بيهبط بالأسرة وبقيم الأسرة المصرية وصورتنا احنا كستات مصريات، اتكلمنا عنه كتير ان ده محتوى خادش للحياة ويخيف. لازم تبقى عبرة لكل اللي زيها وبيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. قبل ما تمسكي التليفون وتسجلي فيديو في بيتك، شوفي انت بتقولي ايه، شوفي انت لابسه ايه، شوفي انت هتقدمي ايه للناس. الفيديو اللي حضرتك بتعمليه بيدخل البيوت، بيمسكوا شباب، بيمسكوا ولاد، بيمسكوا بنات هيقلدوكي. انت قدوة. كل اللي عنده منصة يوتيوب أمانة، الكلمة أمانة، الفيديو اللي بتعمليه أمانة، بيدخل بيوتنا، بيحتوي
على محتوى هابط يسيء للناس ويسيء للمصريين ده غلط، ده تتحكمي عليه وهتتجازي اولا من رب العالمين لكشف سترة بيتك، للستر. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالستر، تمام؟ انت بتكشفي كل حاجه وبتطيحي بالاخلاق وبقيم المجتمع، وبيطلع علينا فيديوهات وناس بتسيء للمصريين وبتسيء للمصريات. الحكم على ساجدة لازم كلنا نعتبر من هذا الحكم، لأن فيها إساءة مواصل استخدام، فيها إساءة استخدام للمواقع، فيها ألفاظ خادشة، فيها فيديوهات خادشة للحياء وكلنا شفناها. ده بالإضافة لشبهة غسيل الأموال اللي أخدت فيها استمرار 45 يوم. وطبعا يا جماعة أنا عايزة أقول لكم، لو مفيش دليل على ساجدة في موضوع غسيل الأموال ما كانتش أخدت استمرار، بل بالعكس النيابة كانت فاتها أفرجت عنها. وبالتالي لما قلنا إن في كذا يوتيوبر محطوط عليهم خط ومحطوط عليهم علامات استفهام وكان ليهم علاقة بأم ساجدة وبأم مكة، ومنهم أم جنى، اتعظي يا أم جنى باللي حصل لأم ساجدة، اتعظي يا صدفة جاد، واتعظوا من ألفاظ اللي بتقال على اللايفات في البث المباشر والحركات اللي بتحصل في البث المباشر، وهتك أعراض للناس وشتيمة وسب وقذف للمتابعين في اللايفات بتاعتكم والإيحاءات في اللايفات بتاعتكم. نعتبر لأن من بعد كده الناس دي مش هتتساب وهتتاخد، ويا ريت يعني نعملها كده عبرة وعظة لينا وللمحتوى اللي بيتقدم لينا. لو وصلتي معايا للجزء ده، أنا ما بحبش أطول في الفيديوهات. كان الخبر العاجل الحكم على أم ساجدة، وفي انتظار الحكم على أم مكة، وأكيد أم جنى رجليها بتخبط في بعضها، ما تستعجليش، كله جاي بالدور. لو وصلتي معايا للنقطة دي اعملي لايك. انا طالبه منكم الدعم للقناه، اشتركوا وفعلوا الجرس، هتوحشوني جدا للفيديو الجاي. بحبكم في الله، مع السلامه.